أستاذ علي، لو كان هناك مهرجان حسيني في أحد الدول أو في أحد المحافظات وطلبت منك ترشح لي 3 شعراء لتمثيل محافظة ميسان، من تختار من شعراء ميسان لتمثيل ميسان في هذا المهرجان الحسيني؟ والله هذا السؤال صعب. نعم. كل شعراء ميسان من حضرتك ومن غيرك كلهم مبدعين. الله يعزك ويسلمك. يعني حتى ما يكون يعني شيء، انت كل الشعراء نعم اغلبهم هم يستحقون. احنا نقول جواب دبلوماسي هذا؟ لا اي مو جواب دبلوماسي. مو كلهم، اذا اعطيك اسماء راح يزعلون. لا هي ماكو زعل، هي هذا بالنسبه لك انت رايك اليوم. لا انت رايي انا من احكي لك، راح احكي لك عن شعراء اعطيك اسماء. نعم. ما عد وياهم لا علاقه، حادث، لا عد وياهم تواصل، ولا اصلا يجوز حتى ما يعرفوني. احكي لك شعراء يعني ما ان شاء الله اكثر شعراء ميسان يعرفون. لا مو يعني يعرفون شخصيا. نعم. يعرفوني شعر بس نعم. ما يعرفون شخصيا. نعم. انا اقول لك مع احتراماتي للكل واصدقائي وحتى ما يزعلون جماعتي. لا ان شاء الله ماكو زعل. تجمع. نعم. هاي قناعاتك. صراحه اقول لك تجمع الشعراء وكتاب الادب الشعبي. نعم. كلهم يستحقون. نعم. كلهم يستحقون. يستاهلون. بالنسبه للشعراء اللي راح اذكرهم، احمد الذهل يستاهل، ابو علي غزوان الغالب يستاهل، سيد غزوان خالد هذال الفيصل ابو القلع. نعم يستاهل ويستاهلون. والكل قلت لك اغلب شعراء ميسان حتى ما يزعلون. طبعا تحياتنا للشعراء اللي ذكرتهم، كل شعراء ميسان، والكل شعراء ميسان، كل شعراء ميسان يستحقون. ولا نستثني شاعر. جماعه استاذ فلاح حتى ما يزعلون، وانتم تجمع والله يعني كلكم مبدعين. جمعيه الشعراء الشعبيين العراقيين، تحياتنا للاستاذ فلاح والشعراء الجمعيه وللتجمع والكل شاعر محافظه ميسان. كل شاعر محافظه ميسان، اصغر شاعر محافظه ميسان يستحق يمثل العماره وخير تمثيل. الله يحفظك. راح يخرج بصوره جميله عن الله يحفظك. وهذا يعني كلك جمال، كلك جمال وكلك رضا استاذ علي. الله يحفظك ويعزك.